النهاردة ان شاء الله هنعمل شوية مخلل خيار ومخلل بدنجان بطريقتي. يلا نشوف مع بعض هنعملهم ازاي. بسم الله. اتمنى الجميع يكون بخير وصحة وسلامة ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض حاجات بسيطة، هنعمل المخلل بدنجان ومخلل خيار، ونعمل رز بلبن برضو على السريع كده بطريقة امهاتنا من غير اي يعني حاجات افتكاسات وحاجات زيادة. فان شاء الله هبدأ بمخلل البدنجان. معايا اللي هو البدنجان العروس الاسود، يا ريت ان انا انقيه بالحجم دوت، مش كبير قوي عشان ما يكونش فيه قلب، عشان ما يتهريش معايا في التخليل ويفضل متماسك. يعني زي ما بنقول كده هنشيل القمع، بسم الله الرحمن الرحيم، كده بايدينا ما نقطعوش خالص، ومش هنعمل فيه اي فتحه. وابدا ان انا احطه في الحله اللي هسلقه فيها في ميه عاديه خالص، ميه مش سخنه يعني. بس كده هكمل الكميه. البدنجان بقى هحطه في الميه، وسر اللون بتاع المحلات هحط حوالي نص بنجريه صغيره في الميه، وهبدا ان انا ارفعه على النار. اول ما يغلي احسب 5 دقايق من الغليان واطفي عليه، واسيبه في الميه حوالي كمان 10 دقايق عشان ما يتهريش. على ما البدنجان بتاعي يستوي هبدا اعمل المخلل بتاع الخيار. يا ريت ان انا انقي الخيار اللي يكون صغير علشان ما يتهريش مني برضو ويقعد وقت طويل. وبعدين احنا ما نعملش كميات كبيره، يعني ده نص كيلو. الخيار متوفر طول السنه، بس هو طبعا في الصيف بيبقى احسن، بيبقى البلدي، فبيبقى طعمه احلى، وبنلاقي فيه اللي هو الحجم الصغير ده. فانا غسلته كويس جدا بالفرشه. هبدا ان انا دلوقتي اشيل الجزء ده والجزء ده بس كده، مش هعمل فيه اي حاجه تانية. جهزت الخيار بتاعي. معايا هنا فلفل رومي عادي، انا قطعته زي شرايح طويله كده، وجزر برضو قطعته شرايح طويله. ومعايا هنا الكرفس وشبت. الكرفس بيبقى جميل جدا يا جماعه مع الخيار، والشبت برضو بيديله طعم جميل. ومعايا هنا كام ورقه من اللورة. هو ده الورق اللورة الاصلي، مش اللي هو اللي موجود في السعوديه، اللي هو ورق القرفه. ومعايا هنا كام فص ثوم هقطعهم برضو شرايح كده كبيره. وهي دي المكونات بتاعتي. ومجهزه هنا ميه مغليه من قبل كده. هبدا ان انا دلوقتي اجهز المحلول الملحي. البدنجان عندي غلي، هبدا ان انا دلوقتي اغطي عليه واسيبه بقى 10 دقايق، اطفي عليه النار. بالنسبه لمحلول الملح معايا هنا كوبايه كبيره من الميه، قلت ان انا كنت غليها قبل كده. هضيف عليها معلقه كبيره حراميه من الملح. وفي اختبار تاني اللي هو اختبار البيضه. اختبار البيضه ده يعني من زمان جدا واحنا عارفينه، من ستي الله يرحمها، وامي برضو علمتلها. فادوب الملح كويس جدا واجرب كده البيضه معاكم. غسلت البيضه كويس جدا، هبدا انزل بيها في الميه والملح. لو اترفعت عن السطح يبقى هو كده الملح بتاعي مظبوط. خلاص هبدا اشيلها، هو الملح كده مظبوط. هضيف كمان معلقه صغيره من السكر، معلقتين كبار من الخل. وطبعا يا جماعه انا عامله الكميه بسيطه، احنا بنضاعف الكميه. هي كل كوبايه كبيره من الميه المغليه قبل كده بنضيف عليها معلقه كبيره هرميه من الملح، ومعلقه صغيره من السكر، ومعلقتين من الخل. عندي برطمان ازاز، الافضل طبعا للمخللات الازاز عشان ما بيتفاعلش مع الحمض بتاع الخل ومع الحاجات دي كلها، وبيحافظ على المخلل مده طويله. هبدا ان انا ارص بالشكل ده، واحط كمان شرايح الجزر والفلفل. احاول قدر الامكان ارصهم كويس. بسم الله. البرطمان بتاعي حاولت ان انا ارصه كويس، ما اخدش كل الكميه. هبدا ان انا اللي باقي اقطعه شرايح على الوش. بسم الله. معايا شرايح الثوم. بسم الله. كرفس يا جماعه جربوه، الشبت مع الخيار جميل جدا. انا قطعتهم قطع صغيره. هحط كمان ورق اللورة.
خلاص البرطمان بتاعي جاهز، حطيت ورق اللورا والثوم والكرفس والشبت وجهز معايا. هبدأ دلوقتي انزل بمحلول الملح عليه، وان شاء الله خلال يومين تقدروا تاكلوا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كده تمام، مش هزود عن كده لان طبعا الخيار هينزل السوائل بتاعته، فمش عايزه عشان ما يوقعش على الجناب. فهو كده ممتاز يعني قبل النهايه بحبه بسيطه. اللي حابب ان هو يضيف شطه، انا طبعا ما عنديش حد بياكل شطه، فاللي حابب يحط شطه يضيف. هبدا اغطيه بكيس بلاستيك او بكليم فيل بحيث ان الغطا ممكن يصدي يا جماعه، يعني في الغطا ده ممكن يصدي، فعشان الخل والملح والحاجات ديت لو وصلت له هتخليه يصدي وطبعا ينزل على المخلل، فدي حاجه مش صحيه خالص. فانا حطيت الكيس كعازل وهبدا ان انا اقلبه كده بحيث ان هو اي هوا فيه يخرج، واسيبه كده حوالي ساعتين، وبعدين ارجعه تاني على الناحيه التانية، واسيبه كده في المطبخ يومين وبالكتير 3، وان شاء الله تاكلوا منه. البتنجان بتاعي ما شاء الله اتسلق زي ما حضراتكم شايفين، طري مش مهري. هبدا اخد انا هخلله في نفس الميه اللي هو اتسلق فيها. اخدت منها هنا جزء، هبدا احط عليها الاضافات. انا عندي هنا هريسه اللي هي عباره عن ثوم وفلفل احمر حار وفلفل احمر عادي اللي هو الرومي، ومتبله بقى بالليمون وبالكمون والكزبره الناشفه. ده كله انا بفرم الاول الثوم مع الفلفل في الخلاط، وبعد كده بحط عليه الخل والليمون والفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه، وبتبقى بالشكل ده. يا اما بحتفظ بيها عندي على الرف في التلاجة، يا اما في الفريزر. هاخد منها على الميه اللي هي بتاعت سلق الباذنجان حوالي معلقتين، لان انا مش هحشي الباذنجان يا جماعه، هو انا هخلله في الميه بس، فبيبقى طعمه جميل جدا وما بيبقاش من الناس اللي هي ما بتحبش الثوم الكتير، يبقى الثوم فيه يعني زي ريحه كده من بعيد. هحط كام فص ثوم برضو اقطعهم شرايح كده، ثوم فريش. انا اسفه بقى لو ايدي فيها سواد عشان الباذنجان بيسود الايد. وهحط كمان معلقتين من الخل. بسم الله. هزود عليهم كمان عصير ليمونتين. انا بحب ان انا اخلي الميه طعمها كويس عشان ان انا مش هحشيه من الداخل، فلازم الميه تبقى طعمها مركز عشان الباذنجان يشرب منها ويبقى طعمه حلو. هعصر الليمونتين. هضيف على الميه معلقه برضو كبيره من الملح. بسم الله. وهدوق الميه واشوف الملح بتاعها، لو لقيته محتاج تاني ممكن اضيف كمان شويه. هضيف كمان نص معلقه كبيره من الملح، اقلب كويس جدا. وكده الخلطه بتاعتي جاهزه. معلش يا جماعه لو الاضاءه بتختلف، لان مع الابيض الاضاءه بتبقى ساطعه جدا في العين، فانا فصلتها عشان تشوفوا معايا كويس. معايا هنا علبه، اي علبه بلاستيك عندك. هبدا اخد الباذنجان واعمل له فتحه بس بسيطه كده من الجنب. هخلص كل الكميه، انا طبعا مش عامله كتير، انا عامله نص كيلو. حطيت معاهم كمان شرايح من الفلفل الرومي. انا حاسه ان اللون مش قوي قوي بتاع البنجر، هحط كمان معايا قطعه نيه وابدا اكمل الرص بتاعي. بسم الله. خلاص الكميه بتاعتي جاهزه، وحطيت معاهم كمان قشر ليمونه من اللي انا عصرتها. هبدا انزل بالخليط كله اللي انا عملته لغايه ما يغمره. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعه ثوم. لو حسيت ان هو عايز كمان شويه، انا عندي لسه ميه باقيه من ميه السلق. بسم الله. هبدا انزل بيه كمان شويه واسيبه في التلاجة. ممكن دوت يعني بعد على اخر النهار ممكن اكل منه، بس هو الافضل ان هو مثلا يقعد يومين في التلاجة او ناكله تاني يوم. اغطيه بقى واسيبه في التلاجة لتاني يوم، وان شاء الله لما نيجي ناكل منه هوريهولكم باذن الله. اظن ما شاء الله صنفين مخلل ما خدوش مننا حوالي نص ساعه تجهيز.
وان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم بالطريقه دي. هنبدا بقى نعمل مع بعض شويه رز بلبن. معلش يا جماعه، رز بلبن هخليه في فيديو تاني لوحده، لان لقيت الفيديو ده حوالي 10 دقايق، فهعمله في فيديو تاني لوحده.